الامهات والاباء واولياء الامور ردوا البال لولادكم باش كيتفرجوا في التليفون. الله يرضي عليكم. واحد الاله في الكوزينه اللي ولات دابا مشهوره على الصعيد العالمي. باش انا سماكه، انا كبيس، انا هادي وداكشي ديال والو. خلينا بداكشي ديال القر والسكر. هادشي اللي ولا كيوقع في التيك توك واللي ماشي حنا اللي كنشوفوه كنسمعوا، والاصدقاء ديالنا تيقولوا لهم شي اصدقاء ديالهم، اما حنا ماشي من المتتبعين ديال هذاك الشيء ديال البسالات. حاشا واش نقولوا من المتتبعين ديال البسالات، لحقاش هادشي اللي ولا دابا تيتسمع وتيتشاف عبر الهاتف النقال وعبر داك التواصل الاجتماعي اللي هو التيك توك، اللي سميتو التيك توك، بساله وعيب وعار. ولينا كنسمعوا شي اسماء ديال شي مواعن ديال الكوزينه كيقوموا بشي حوايج اللي ماشي هما هادوك، اللي مخلين الحياه بالنسبه لنا حنا كمغاربه وكمسلمين حشومه عيب وعار. يبقى بنادم يخسر الهضره في التليفون. ولينا حنا كنا كنعرفوا المواعن كنسمعوا بها في الكوزينه، هذه مقله، هذه كوكوط، هذه مولينيكس، هذه جبانيه، هذه كسرونه. هذاك الشيء دابا ولينا كنسمعوا شي وحدين مسمين راسهم اسماء ديال المواعن في الكوزينه. ما عرفنا حنا واش نجيو ونشريو مواعن الناس يمشيو يقلبوا على المواعن اللي يطيبوا بهم ولا يتفرجوا فيهم. وهذا الشيء راه عيب وحشوم وعار. والمغاربه واخوتنا الله يرضي عليكم جميع اباء واولياء الامور ردوا البال لوليداتكم. هذا ميساج من خوكم الهوته شخصيا من مدينه المحمديه، من مدينه الزهور. حنا راه ماشي ضد الانسان ما يتفرجش، لا تفرج اخويا. تليفون الناس راه ما عرفت فين وصلوا به العالميه، ولكن بحوايج اللي هما زوينين ماشي حوايج اللي هما خايبين. دابا مؤخرا ولينا شي وحدين كيلوحوا راسهم في التيك توك وهذا كيطلعوا نسبه المشاهده بالبسالات، كبيسوا ما كبيسوا. هذا الشيء راه غيتحاسب عليه الانسان يوم القيامه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كونوا على يقين، هذا راه كلام الله سبحانه وتعالى. وحنا كمسلمين حشومه وعيب وعار انسان يبدا يتفرج في شي حوايج اللي ما خصوش يتفرج فيهم. خويا لو سمعنا ان شي والدين يعني ما كيراقبوش شنو كيديروا في التليفونات ديال الابناء ديالهم. شوف هذوك الوالدين الله يسمح لهم خصهم يراقبوا المحتوى اللي كيتفرجوا ولادهم. دابا ولينا كنشوفوا دراري صغار وليدات صغار صاحبي عندهم 6 سنين 7 سنين، الدري تيبدا يبكي على باه ولا مو تيقول عطيني الهاتف. ملي كيعطي الهاتف ما كيراقبوش، مع العلم ان التليفون عامر بزاف ديال المحتويات وبزاف ديال القنوات. مع احترامي لشي وحدين اللي كيديروا محتوى اللي هو جميل، حنا ما كنهموش جميع اليوتيوبر ولا المؤثرين الاجتماعيين اللي هما كيديروا هادشي ديال اليوتيوب راه خايبين، لا حاشا ولا. كاينين دراري اللي هما في الاطار الرياضي، في الاطار الثقافي، في الاطار ديال التوعيه ديال المواطن، في اطار ديال العيالات اللي هما حادقات كيصوموا الحلوى. كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن راه شي وحدين اللي مطلعين اللي نسبه المشاهده عندهم كثيره بزاف، اللي هما مسمين الاسماء ديال الكوزينه المغربيه وكيطيحوا بالكرامه ديال المواعن ديال الكوزينه المغربيه. ما بغيناهمش حنايا يبقاو يديروا هذوك البساله. علاش؟ راه حيت كيأثروا على المجتمع ديالنا. وكما كتعرف الاخ كريم المجتمع ديالنا حنا محافظ لواحد الدرجه ما كتصورش. تبارك الله عندنا تبارك الله الناس هنا متخلقين ومسلمين، وحنا كمسلمين هذاك الشيء كنستنكروه، ما باغيينش نبقاو نشوفوه. ولهذا كنطالبوا الناس المسؤولين والجهات المسؤوله باش تقوم بالعمل ديالها كما كتقوم بالعمل ديالها في اي مجال ولا اي مستوى. اي واحد اللي كيخل بالحياء العام في الهاتف ديالو ولا في اليوتيوب ديالو ولا عنده شي محتوى اللي هو مخل بالحياء العام، فهمتي، ديروا معاه اللازم. حيت هاد البسالات هادي راه حشومه عيب وعار صاحبي، وماشي تنخرجوا حنا نهضروا في السوشيال ميديا ولا نهضروا في كذا ولا نهضروا. حنا ما غنسميوش، ولكن المحتوى اللي كنهضروا عليه راه المغاربه كاملين كيعرفوا. واحد الاله في الكوزينه اللي ولات دابا مشهوره على الصعيد العالمي، ماشي مشهوره كيقتنيوها الناس كيعصروا بها، لا كيتفرجوا فيها. وحنا كنعرفوا بينما هذيك الاله اللي هي ديال الكوزينه اللي معروفه باسم ديال مولينيكس كيعصروا بها، دابا الناس ولاو كيتفرجوا فيها. واحد النسبه ديال المشاهده ولات بزاف، ولاو مأثرين به هنايا في المغرب بزاف، ولا مأثرين به شي وحدين اصاحبي. شكون شوف الوليدات الصغار الوليدات هنا في المغرب حنا شوف المهم كاين بزاف ديال الناس متبعينه بزاف على هذاك الشيء اللي وصلني. قال لك خويا الهوته هضر لينا على هذا المؤثر هذا. انا ما كيجينيش مؤثر، علاش؟ حيت ما كيمثلناش حنا كمغاربه. المؤثر المغربي الفري الحر هو واخا عايش في فرنسا ولا ما عرفت فين تيعيش، حنا المؤثرين اللي كيعجبونا هما اللي كيعيشوا معنا هنا او ما كيعيشوش هنا وكيهزوا الرايه المغربيه. كيهزوا الرايه المغربيه ما كيهزوش شي حاجه اخرى. حنا ديما مع اللي كيهز الرايه المغربيه وكيهز الرايه ديال المغرب وكيرفع الرايه للفوق، ماشي كيرفع شي حاجه اخرى ولا كيهز شي حاجه اخرى. لا كتهز شي حاجه اخرى شغلوا هذاك.
ديال الشعيرات يعني كيدخلوا اموال طالعه على ماشي ديال حتى الدراري كيدخلوا. الله يسمح لهم هذوك مساكن. شوف قبح الله الفقر، ولكن راه كاين طرق بزاف باش الانسان يعيش بالحلال، فهمتي؟ كاين طرق بزاف الانسان يعيش بالحلال. كاين الميناج، كاين البيع والشراء، كاين البطبوط والمغرير يتصوب ويتباع في الزنقه، عطا الله ما يدار. راه ما كاينش غير كبيسو كبيسو كب. وكونوا على يقين الاخوان الكرام، راه اي واحد كياخذ الفلوس من تيك توك ولا من اي حاجه اللي سميتها السوشيال ميديا، راه كونوا على يقين راه البركه ما كايناش. والدليل خير دليل على هذا الشيء ان الانسان اللي كيدير شي محتوى اللي هو باسل ومحتوى مخل الحياه ومحتوى اللي هو المغاربه ما باغينوش واخا يتفرجوا فيه ما باغينوش، راه كيخرج للزنقه، راه حتى شي واحد ما كيهضر معاه، كيشوفوا في واحد النظره اللي هي ناقصه، واحد النظره هي اللي نظره عدوانيه، واحد النظره اللي هي ما خصهاش تشاف واحد الانسان اللي هو عايش في المغرب وطن ديالنا الحبيب. حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله والجهات المعنيه بالامر، وكنطالبوا اي اداره في المغرب ولا اي مؤسسه في المغرب عندها تدخل وتقدر تدخل باش تحبس هاد التيك توك هذا، تحبسوه بخطره. ما كرهناش يتحبس حنا بخطره، الا تحبس راه مزيان، حيت هادشي اللي ولا دابا راه بسالات، ولا بزاف هادشي بسال بزاف، هادشي بسال بزاف. الا كنعرفوا التليفون الناس خدامين به وصلوا به لشي حوايج اللي هما كبار وكيدخلوا به فلوس صحيحه بالحلال بالخدمه. الناس راه كونيكسيون مدخلين لديورهم ومدخلين عندهم في تليفوناتهم كيصوروا بها الفلوس بالحلال، ماشي بالتخربيق بالخوان خاوي. ولو حتى كلمه اخيره. والكلمه الاخيره كنشكروا جميع الدار اللي كيشاهدونا عبر ميديا لايف داخل الوطن وخارج الوطن. وكما كتعرفوا المداخلات ديال الهوته الشخصيه ديال المحمديه راه ما كيكونوش مداخلات عاديين، حنا راه ما كندخلوا وما كندويو الا وكنشوفوا شي حاجه اللي هي ماشي هذيك ما مزياناش للوطن ديالنا ما مزياناش للشعب ديالنا المغربي. ما العيب ان حنا مغاربه عارفين اللي مزيانه لينا واللي ما مزياناش لينا، ولكن بالتآزر ديالنا وبالتلاحم ديالنا وبيد وحده كنقضيو على اي واحد اللي ما كيبغيش الخير لهذه البلاد وما كيبغيش الخير للمغاربه.